تصدق ان كان في شركه كانت ماسكه اكتر من نص موبايلات العالم وضاعت في اقل من 10 سنين؟ انا معاذ من برنامجكم على المكشوف. اخدك ونرجع ل 1965، السنه اللي تم تاسيس فيها شركه نوكيا. كانت في فنلندا، المؤسس بتاعها فريدريك ايدستام، وكان ليه شريك اسمه ليو ميشلين. هو كان السبب اللي خلى نوكيا تخش عالم الموبايلات. بس تعالى اصدمك واقول لك ان نوكيا كانت بتصنع ورق اكتر من 100 سنه. السؤال من هنا، بدات تخش في عالم الموبايلات امتى؟ في اواخر القرن 19 وبدايه القرن العشرين. اندمجت مع ثلاث شركات: فينيش، كابل، وورك. دي كانت مفتاح دخول عالم الكهرباء والاتصالات. فينيش رابر وورك دي كانت المسؤولة عن الكابلات والمطاط. نوكيا كانت المسؤولة عن الورق. اندمجوا سوا تحت اسم نوكيا كوربريشن. سنة 1992 نزول أول تليفون لنوكيا. نزلوا موبايل اسمه نوكيا موبيريا سنتور، وزنه كان تقيل 10 كيلو، تخيل. بس التليفون اللي نجح فعلا هو نوكيا 1011. بداية نوكيا سنة 2007، بداية نزول وإعلان عن أول أيفون في التاريخ. هنا الناس كانت بتجري للمستقبل، بينما نوكيا كانت واقفة مستنية ترجع وتكسر الدنيا وترجع تلعب بالفلوس لعب. دلوقتي نوكيا مش موجودة. الخلاصة اللي خلى نوكيا تقع، اتكبرت وتأخرت عن إنها تمشي ورا المستقبل، فضلت واقفة مكانها. بس صديقي، كل حاجة بقت على المكشوف. متنساش تعمل لايك، سبسكرايب. يلا، سلام.